القادر مرسي معانا في برنامج الكرة مع سكر. ازيك كابتن؟ بنرحب بيك. بنرحب بيكم، وانا بشكركم على دعوتكم ليا ان انا اشوف الشباب الجميل ده والنشاط والنظام، وحاجه جميله اتمنى انها تتكرر باستمرار وتكون دي يعني نهج كل المناطق تعملها، وكل ان كان حزب، ان كان يعني نادي، ان كان مركز شباب، يعملوا بطولات زي كده. المكان جميل، التنظيم جميل، ومجموعه لعيبه على مستوى عالي. انا يعني بشكركم ان انتوا دعوتوني، وانا سعيد جدا، واتمنى ان انا اكون معاكم في الفتره اللي جايه. احنا كابتن بنشكر حضرتك ان حضرتك طبعا بتلبي دعوتنا دايما، ومش اول مره الكابتن قدوره يشرفنا، يعني على طول معانا في النهائيات، على طول بندعوه. الكابتن ما بيتاخرش عننا. راي حضرتك يا كابتن في اقامه حزب النور للدورات الرياضيه يا كابتن؟ والله اي نشاط بيتعمل للشباب هو ده اللي محتاجينه في الفتره اللي جايه. الرياضه بتمنع الشباب عن حاجات كتير جدا، وحزب النور كل سنه منتظم في انه يعمل بطولات للشباب وندوات. الشباب هو اهم حاجه في البلد. لو البلد اهتمت بالشباب، بلدنا هتبقى ليها شأن تاني ان شاء الله. راي حضرتك في مباراه النهارده؟ هل كانت مباراه صعبه تحكيميا؟ والله هي صعبة جدا بدليل العرق اللي نزل. طبعا كل شيء لازم الواحد يهتم بيه، عشان لما تهتم بالحاجة بتبقى ربنا بيوفقك، بتبقى سهلة. مفيش حاجة صعبة، لأن التحكيم ما هو السهل. ممكن لعبة أنت مش واخد بالك منها يحصل عليها جدل ويحصل مشاكل، بس الحمد لله من فضل الله الماتش بفضل الله طلع بصورة طيبة. كنت متوقع ان المباراة تخش في ضربات جزاء يا كابتن؟ والله هو كان في نديه، الفرقتين ما تقدرش تحكم انه فريق اقوى او مين الاحسن او مين اللي ممكن يسجل. انا كنت متوقع انه كان يوصل لركلات الترجيح. كانت اعتراضات من فريق مراقية على ان اللعيبه بتلعب مره ثانيه، وهم كانوا كلهم 5 لعيبه او 6 لعيبه فريق المستقبل النهارده. والله هم يعني الناس معذورين في حاجات في القانون بتقول لك لما الفريق يخلص الفريق الثاني يلعب اي واحد فيه، يعني اي واحد يخش، بس المهم ما يتكررش اكتر من مرتين. كنت شايف هل كان في روح رياضيه في الملعب ولا كانت معدومه كابتن؟ لا صراحه الفريق المراقيه ناس على مستوى اخلاقي عالي، ولعيبه انا ذهلت انهم بالمستوى ده، يعني في عندهم كوره حلوه واخلاق كويسه، والفريق الثاني برضو الفايز ما شاء الله عليه. احنا كابتن محمد بنشكر حضرتك، وحضرتك شرفتنا النهارده، وعايزينك ان شاء الله دايما معانا كده في الدورات والبطولات على طول. انا اللي بشكرك، واحنا اخوات وتحت امركم في اي وقت حبيبي.